أهلا بيكم في نونا تشانل، والحلقة رقم 7 من مسلسل لا ترد ولا تستبدل. الحلقة النهاردة قوية جدا، ما بين حيرتين مين اللي هيتبرع لها، وما بين الخيانة بتاعت نادر اللي احنا هنكتشفها، مشكلة كبيرة كمان هتحصل ما بين طه ومحمود. يا ترى ايه التفاصيل؟ خلونا نسمع مع بعض الحلقة بتبدأ على ان في حوار ونقاش بيبدأ ما بين هايدي ونادر وريم وكمان ناس تانية معاهم، وبيتكلموا على الأدوية والتغليف وكيفية إن هم إزاي مثلا يحموا الأطفال من أي مشاكل من دي. ونادر بيفضل بقى يتكلم على جوازته، بيقولوا إن زي ما تقول كده إيه سلق بيت. فطبعا ريم بتتضايق جدا، وهايدي بتلاحظ المعلومة ديت وبتسكت. في الوقت دوت طبعا زي ما احنا نفتكر الحلقة اللي فاتت، كان قال راجل الحرامي دوت لمحمود ونوسة ان هم يجيبوا له اي لابتوب ب5000، لكن بيتفاجئوا ان هم بيديهم مبلغ بسيط جدا وبيطلعهم مطرودين. طبعا بتبقى مفاجأة، وبيقول لها خلينا نطلع دلوقتي. في الوقت اللي بيتكلم فيه قيم ونادى على انه ازاي يتبرعوا للست علشان خاطر ان هم ينقذوها وبالتالي تعمل العملية، بتتفاجئ بان في تليفون بيجي لها بيتكلم على ان في متبرع جديد للكلية، وبيقول له طب انا اعمل التحاليل فين؟ فبيتفاجئ ان نادر بيقول له ان كل التحاليل والمعمل وكل الحاجات ديت على حسابنا احنا. وبالفعل محمود وهوانم زي ما بنقول بيروحوا بالفعل يعملوا الفحوصات، لكن ما بتلاقوش التطابق غير من محمود. ومواهب دي ما بتعملش حاجة خالص، ما بيكونش عندها تطابق، لكن هي برضو عايزة تكسب من ورا المصلحة دي، بتوزع كروت، لكن بتتفاجئ بان هايدي بتاخد منها الكروت دي. وهما بيتكلموا بيفضل بقى يتكلم طه مع اخته منى، وبيحكي معاه في موضوع محمود. وطبعا بتفضل تقول له طب انت مش هتسيب اخوك كده. في الوقت دوت طبعا هم مبسوطين، وبالفعل بيجي نادر وريم علشان يشوفوا مين اللي هيعمل لهم التحليل بعد ما اتفاجئوا ان الموضوع كله متطابق. واول ما بيروحوا وبيتفاجئوا بيشوفوا ان محمود هو المتبرع. بتبقى مفاجأة كبيرة طبعا بالنسبة لطه، لأنه ما كانش متخيل إن ممكن أخوه يعمل حركة زي كده. فطبعا بيتعصب وبيفضل يضرب فيه طول الوقت، لأن هو ما كانش متخيل إنه ممكن يسمع الكلام من وراه ويكسب كلمة مصلحة. فلما بيفضل يضربه بتتعصب طبعا جدا هي، وبتتضايق من الحوار اللي حصل. بتقول أنا مش عايزة حد يتبرع لي، مش عايزة أي حاجة من الكلام ده كله. وبتسيب كمان طه، ونادي بيديله حسابه وبيقول له مش خلاص ما تقعدش معانا، احنا مش محتاجينك تاني. لكن لما بيفضل يتكلم مع منعم وبيحس طبعا هو قد ايه اثر في هو كان عايز يساعدها لكن مش على حساب اخوه. فبيقرر ان هو يروح لهم البيت وبيحكي قصته لنادر وريم، وبيقول لهم ان كل القصه ان دوت ابني مش اخويا بس، وانه ما كانش ينفع ان هو يعمل حاجه زي كده. فطبعا انا جبت لكم متابعه عشان اثبت لكم حسن نيتي، ولان نادر بيحب دايما يخلص نفسه من اي عيب ممكن يكون عليه، فبيقول لها خلاص تمام. وهي طبعا كمان بتبقى مبسوطه لانها خلاص بالفعل اتعودت على طه، وحاسه ان هو فعلا بيعمل الحاجات دي بدافع ان هو بيحبها، وان هو مش عايز ياخد منها مصلحه وخلاص. فلما بيقول له استنى ان تحت، بيفضل عيني ياكل في سندوتش عنده في الشارع لحد هي ما بتنزله. وهيشوفوا بالفعل منعم اللي حصل عنده تطابق في الكليه ليه، لانه طبعا مامته تعبانه بمرض الكانسر والمرض الوحش، فبالتالي هو محتاج ان هو يعالجها لانه مش هيقدر يسيبها في الوضع ده. بنتفاجئ طبعا بكارثه كبيره بوجود نادر، ان هو بالفعل حصل تطابق بينه وبين ريم، لكن هو ما بيقدرش يظهر لها التحليل. وده بيودينا قد ايه ان هو ما بيحبهاش، قد ايه ان هو اناني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. مع الف سلامه.